انا نفسي اي كافيه من الكافيهات او اي حد بيعمل قهوه يجرب الفكره دي. والله بجد الفكره دي باذن الله، يعني اولا هتوفر معاه في الكوست او في المصاريف، وهتبقى فكره مفيده للزباين وممكن تجيب له زباين كتير. صباح السعاده كالعاده، وان شاء الله اللي جاي احلى واجمل مليون مره، مهما حصل ومهما كان ومهما كانت الظروف. طبعا دلوقتي احنا بقينا مقضيين حياتنا كلها في الشارع، ومفيش حد غني ولا فقير ولا كبير ولا صغير الا وبقى يشرب قهوته في الشارع. وبصفتي واحد شريب قهوه، انت دلوقتي بقيت بتروح كافيهات غاليه، تروح كافيهات رخيصه، بتجيب من العربيات اللي واقفه في الشارع. وبستغل الفرصه دي واحيي الشباب اللي بيقف في الشارع. بس طبعا بناء على ده احنا بقينا بنستهلك كميه كوبايات بلاستيك وكوبايات فوم كتير قوي. بغض النظر عن مشاكل الكوبايات دي مع البيئه، وان هي ما بتتحللش وبتعمل مشاكل وبتزود الزباله، دي برضو فيها كوست او فيها سعر زيادة على اللي بيشرب القهوة، لان الكوبايات دي طبعا بتحمل عليك. وفيها سعر زيادة على الكافيهات، بتغلي السعر عشان بتحط ده في تمن المصاريف بتاعتها. طب ليه الكافيهات؟ وانا بقول الفكرة دي الاول للكافيهات الكبيرة والناس اللي قلبها على البيئة، والناس اللي نفسها تساعد البيئة، ان انت ما ترخصش سعر الكافيه للعميل اللي هيجيب الفنجان او الكوبايه بتاعته معاه يشرب فيها. هتاخد الكوبايه بتاعتك او هتاخد الفنجان بتاعك يتعمل لك فيه القهوه وتشرب فيه، ونوفر كوبايه بلاستيك او كوبايه فوم، هيقلل في السعر. وانت ككافيه احسب انت بتشتري كوبايات طول السنه بكام، وفر نص ثمن الكوبايات دي واعملوا خصم للعملاء اللي هيجوا بالكوبايات او المجات بتاعتهم. يبقى كده العميل كسب وانت كسبت، وبعنا زيادة وحافظنا على البيئة وساعدنا الكوكب بتاعنا بأي حاجة مفيدة. لو الفكرة دي عجبتك شيرها، ولو انت صاحب كافيه والفكرة دي عجبتك اعملها. ولو اي كافيه طبق الفكرة دي، ما تنسوش تعزموا اخوكم بقى على كوباية قهوة. وهجيب المج بتاعي. يعني لو عجبتكم، تحية منكم ليا لو الفكرة دي عجبتكم. صباح السعادة.